لا تستفز ليونيل ميسي أبدا. في عام 2015 كان كريستيانو يملك 4 أحذية ذهبية، بينما كان لدى ميسي 3. وبعد تسليمه الجائزة صرح كريستيانو قائلا: الحذاء الذهبي أفضل من الكرة الذهبية، لأنه لا يعتمد على التصويت. اليوم يملك ميسي 6 أحذية ذهبية، بينما بقي كريستيانو عند 4. وفي عام 2016 فازت البرتغال بكأس أوروبا، وبعد رفع الكأس قال كريستيانو: الأسطورة الحقيقية هي من يفوز بلقب مع منتخب بلاده. في عام 2024 كان ميسي قد فاز ب4 ألقاب كبرى مع الأرجنتين، وتم اختياره كأفضل لاعب في أغلب البطولات التي شارك فيها. وفي عام 2017 نال كريستيانو الكرة الذهبية ال5، وسأله صحفي: من هو أفضل لاعب في العالم؟ فأجاب كريستيانو: انظر إلى يوم الاثنين الماضي، من فاز بالكرة الذهبية؟ واليوم يملك ميسي 8 كرات ذهبية، بينما لا يزال رصيد رونالدو 5 كرات فقط. ميسي لا يرد بالكلمات، بل بقدمه الساحرة الحاسمة التي لا يمكن إنكارها. وإذا كنت تظن أنه الأعظم في تاريخ كرة القدم، اكتب ذلك في التعليقات.